الاخت ديالي صاحبتها دارت ليها السحر الاسود باش تستنزف الطاقه ديالها وتصفيها لها بسبب الحسد والغيره. انا هذا اختي كتقرا في لافاك وديما كل نهار كتجي معطله بالساعه، يعني يوميا كتدخل الدار وهي معطله. وفيما كنسولها كنقول لها فين تعطلتي كتقول لي بقيت غير مع صاحبتي ساره. هاد صاحبتها ساره ما كتفارقش هي وياها، ولكن ما عمرها جات معاها للدار. حتى لواحد النهار بقيت كنغوت عليها، قلت لها بغيت نعرف فين مشيتي، فين كدوزي هاد الساعه، راه بزاف. هنا غدا تبكي وغتقول لي والله حتى كنت غير مع صاحبتي كنحفظوا انا وياها. انا ما دخلتش لي هاد الفكره لراسي، وقررت انني نحبس عليها من المدرسه وما تبقاش تمشي. وداك الشيء اللي كان، حبست عليها وما خليتهاش تمشي مازال المدرسه. حتى لواحد النهار نادم معايا الحال وبقى فيا الحال بزاف، وقلت علاش انا غادي نحبسها، غادي نخليها تمشي تقرا قرايتها وفي نفس الوقت الرقابه من بعيد ونعرف مع من كتمشي ومع من كتجي وشنو كيوقع في ديك الساعه بالضبط. داكشي اللي كان، خليتها مشات للمدرسه ديالها وانا تابعه من اللور وحاضيها حتى دخلات للمدرسه، وبقيت تماكين كنتسنى حتى سالات. ملي سالات خرجات للمدرسه، خرجات من لافاك وهي غاديه في الطريق حتى غادا تلاقى مع صاحبتها ساره، وبداو غاديين بجوجات في الطريق وانا غير متبعهم بعيني وحاضيهم، حتى وصلوا لواحد الدار اللي انا عارفه انها مهجوره ما ساكن فيها حتى شي واحد. حتى دخلوا ليها، علاش وكيفاش الله اعلم. هادشي اللي بغيت نعرف، شنو السبب اللي خلى اختي تدخل مع صاحبتها لديك الدار. تبعتهم باللور، حليت الباب ودخلت، كنشوف ديك الدار كامله مغبره وكامله مقشره وما ساكن فيها حتى شي واحد، ما كاين فيها حتى حد. حتى غادي ندخل لواحد البيت وغادي نلقى اختي ناعسه فوق واحد السداري اللي قديم كله مسخ ومجبده مسرحه. مشيت عندها كنجري وكنفيق فيها، والو، السيده مغيبه ما فاقتش، عيت من الململ فيها والو. وبديت كنغوت في ديك الدار، ساره خرجي راني عارفه كاين هنا. بقيت كنقلب عليها وكنغوت بحر جهدي، ساره ما خرجاتش. واحد شويه وانا نتفكر ان نمرتها عندي، شديت النمره وصونيت لها، غير جاوبات. بديت كنغوت عليها وكنتفرقع عليها، ساره خرجي انا عارفك كاين هنا، خرجي عندي دابا فينك. السيده تخلعات، قلت لي كيفاش خرج عندك، انا راه كاينه في دارنا. كيفاش كاينه في دارنا؟ ما تضحكيش عليا. حتى لواحد اللقطه وهي دوز ليا الام ديالها، قلت لها الو ولدي مالك ياك ما كاين باس؟ قلت لها بنتك فين كاينه دابا؟ قلت لي بنتي راه سيمانه ما خرجاتش من الدار، راه مريضه دارها الدرسه. انا هنا تشوكيت، قطعت التليفون وبقيت غير كنشوف اختي. كيفاش؟ انا بعيني شفتها دخلات مع اختي، انا بعيني شفتها تلاقات معاها في الطريق. شكون هذه اللي تلاقات معاها اختي؟ هنا تخربقت وانا متاكد 100% انني شفت اختي هي وساره حتى دخلوا لهاد الدار. المهم بقيت كنفيق في اختي حتى ناضت وديتها للدار. اختي ما فهمت والو، كيفاش حتى جيت عندها، كيفاش حتى وصلت عندها. هنا ديتها للدار وسولتها، قلت لها شنو جابك هنا؟ قالت لي انا غادي نشرح لك اخويا. قالت لي راه كنتلاقى مع صاحبتي ساره وكنجيو كنحافظوا هنا، حيت انت ما كتحملهاش وما كتبغيهاش تجي عندنا للدار وما كتبغيش تبرزتك، وحتى امها كذلك ما كتبغيش تبرزيك. داكشي علاش قلنا نوليو نجيو هنا ونحفظوا. هي اللي اقترحت عليا هاد البلاصه. انا هنا تشوكيت، تصدمت، ما بقيت عارف من ندير. حدي قلت لها سيري اختي ارتاحي مع راسك، موقع والو. داكشي اللي كان، مشيت عند الام ديالي وحكيت لها القصه بالتفاصيل. هنا الام ديالي قالت لي غادي نديو لواحد الفقيه وغادي نعرفوا شنو عندها. داكشي اللي كان،
وصل الغد هزيت اختي بالطوموبيل وديتها غادي قاصد داك الفقيه. غير وصلنا لديك الدار ديال الفقيه حتى السيده بدات كتغوت ولات في حاله هستيريه، حاله يرث لها. ما بقيت عارف ما ندير. حدو الفقيه قال لي شد الزياره ما تخليهاش تتحرك، دخلها. داكشي اللي كان شديتها صح ودخلتها لعندو. بدا كيقرا عليها شويه ديال القران حتى طاحت وبدات كدوي. ومنها عرفنا انها مديور ليها السحر باش يستنزف الطاقه ديالها وتصفى ليها. انا بغيت نعرف شكون هذا اللي دار لها هذا السحر. حتى نطق وتكلم، قال لنا اللي دار لها هذا السحر هو نفس الشخص اللي كيتسيف به داك الجن. الجن هو اللي كتلاقى معاه في الطريق وكيديها لديك الدار مهجوره على اساس انها صاحبتها ساره. انا تصدمت وعرفت ان صاحبتها ساره هي اللي دايره لها السحر وبغات تصفيها لختي بشوي بشوي. خرجت برا وصونيت لساره وبقيت كنغوت عليها. السيده ما فهمت والو، عرفاتني عقش بها قطعات عليا. وهنا قررت انني نحبس العلاقه ديالها مع اختي، وقلت لاختي من اليوم ما نبقاش نشوفك معها. ومن داك النهار اي وحده بغات تصاحب معها اختي خاصني تنتبعها ونعرفها شكون هي عاد نسمح ليها انها تصاحب معها. من بعد مده شهر من بعد ديك الواقعه حتى غدا توصلنا الاخبار بان ساره توفات بطريقه غير طبيعيه. لحد الان ما عرفوهاش كيفاش حتى توفات. انا اللي كنقول ان داك السحر اللي دارته لاختي رجع ليها وهو اللي خلاها تموت بهذيك الطريقه غير عاديه. لحد الان الناس باقا ما عرفوش كيفاش حتى صفاتها راسها. كلشي بقى مصدوم، حتى واحد ما فهم شي حاجه. انا الوحيد اللي عارف ان هذيك السيده خبيثه بزاف. انا الوحيد اللي عارف انها دارت السحر للاخت ديالي. من بعد ما تشافات اختي داك الشيء رجع لساره. هادشي اللي نبغي نقول لكم انكم ما تبقاو تثيقوا بحتى شي واحد. وكانت هذه قصتي مع اختي وقصتي مع صاحبه اختي اللي بغات تدمر لها حياتها وتستنزف الطاقه ديالها حتى تصفيها ليها. هادشي غريب. الحسد والغيره بين الصحابات هو اللي كيوصل هاد الحاله. كنتمنى انكم تعجبكم القصه وكنتمنى انكم تخليو ابوني لهاد لاشين باش يوصلكم الجديد وتفعلوا زر الجرس. واي واحد عنده شي قصه عندها علاقه بالجن والسحر والعالم الاخر غادي نخلي لكم جميع المعلومات في الوصف وصيفطوا لي القصه ديالكم وغادي ندوزها هنا في يوتيوب ان شاء الله. السلام عليكم.